خناقه كبيره ما بين فريقين مشهورين جدا بيتخانقوا على حاجه واحده بس، ايه هي؟ المثليه. الفريق الاول بيقول ان المثليه عباره عن مرض ولازم نعالجه، وعباره عن اضطراب نفسي لازم يتعالج علشان خاطر الانسان يبقى كويس ويرجع تاني يبقى غيري او طبيعي. اما بقى الفريق التاني فهو شايف ان المثليه عباره عن جين ربنا خلقه في الانسان، وبيقول ان ده توجه طبيعي لانسان ربنا خلقه بميل طبيعي ناحيه نفس جنسه، لازم نتعامل معاه ولازم هو يتعايش معاه. يا ترى مين الفريقين اللي صح؟ وهل في فريق ثالث بيقول حاجه مختلفه؟ ده اللي هنشوفه في حلقه النهارده. المثلية هي ببساطة انجذاب الشخص جنسيا لنفس النوع، والحقيقة ان المثلية الجنسية مش موجودة في الانسان بس، لا لكن موجودة في فصائل كتير قوي من الحيوانات، وهو الانجذاب لنفس الجنس. الحقيقة وجودها في الحيوانات مش مفسر ومش معروف ليه، لكن وجودها في الانسان معروف جدا. جزء مننا عارف ان في ناس يعرفها ليها توجه مثلي، والحقيقة الموضوع مش حديث، وكمان مش حديث الالفينات بس، لكن ده موجود من زمان. على سبيل المثال وليس الحصر، الدراسة اللي اتعملت سنة 1948 عن طريق باحث اسمه ألفريد كينزي. ألفريد كينزي لما عمل إحصائية للمجتمع اللي حواليه اكتشف ان 37% من الرجال اللي حواليه مارسوا الجنس مع راجل زيهم على الأقل مرة واحدة حتى لو كان أثناء المراهقة. ولما تعمق قوي في البحث بتاعه اكتشف ان 10% بس من العينة اللي اتاخدت استمروا في أسلوب الحياة المثلي على الأقل 3 سنين، في السن من 19 سنة لغاية 65 سنة، وتمر الأيام لغاية سنة 1993 لما يجي لنا الباحث الشهير ريتشارد كوهين ويبدأ يعمل بحث عن 3159 شخص. اكتشف ان كل 35 شخص غيري بيظهر قدامه واحد مثلي من الرجالة، وكل 70 شخصية من السيدات بيظهر قدامها واحدة مثلية، فالنسبة تكاد تكون معدية ال 5%، او الكلام ده كان سنة 93. وتمر الايام لغاية ما ينزل الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية اللي هو الدي اس ام 4 والدي اس ام 5، اللي اقروا ان اضطراب المثلية الجنسية ليس اضطراب نفسي، وما ينفعش نحطه جوه الدليل التشخيصي للامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه. المثليه لو ما هياش اضطراب نفسي وما هياش مرض، هي ممكن تكون ايه؟ والسؤال الاهم من ده، هل فعلا المثلي بيتولد كده؟ علشان اجاوبك على السؤال المحير ده تعال ناخد دراسه اتعملت عن طريق 2 باحثين شهيرين جدا اللي هو مايكل بيلي وريتشارد بيلارد، والدراسه دي متكونه من 4 خطوات. الخطوه الاولى هي 2 مثليين من غير الاقارب، يعني مش قرايب، مفيش اي صله قرابه ما بينهم، وبعدين 2 مثليين اخوات بس مش توأم، يعني اخوات بيولوجيين عادي من نفس الاب والام لكن مش توأم. الخطوه الثالثه جابوا 2 مثليين توأم غير متماثل، يعني مش من نفس البويضه لكن الاثنين توأم ونفس الاب ونفس الام ونفس العوامل البيئيه. الخطوه الرابعه ان هم جابوا 2 توائم مثليين متماثلين، يعني 2 توأم متماثل يعني من نفس البويضه اللي تقريبا بيبقى فيها الدي ان ايه متماثل لدرجه ممكن توصل ل 100%. تعالوا ناخد ال4 خطوات دول بالترتيب. الخطوه الاولى وهم 2 مثليين مش قرايب. الحقيقه لما جم درسوا الدي ان ايه للاثنين المثليين اللي مش قرايب ما لقوش اي تشابه ما بينهم، ومفيش اي حاجه ممكن تجمعهم الا تشابه قليل جدا يكاد يكون منعدم في بعض الدي ان ايه اللي لا يؤخذ به في موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. الخطوه الثانيه وهم الاثنين اخوات البيولوجيين، يعني 2 اخوات بس مش توائم والاثنين مثليين، لما جم يدرسوا الدي ان ايه بتاعهم لقوا تشابه بسيط جدا، والتشابه البسيط ده هو علشان جايين من نفس الاب ونفس الام، فطبيعي ان يبقى في تشابه في الدي ان ايه، وبرده ملوش اي علاقه بجين بما يسمى جين المثليه. الخطوه الثالثه وهي توأمين الغير متماثلين، لما جم درسوهم هم توأمين غير متماثلين يعني من بويضتين مختلفين لكن توأم، اكتشفوا ان نفس درجه التشابه اللي موجوده بين التوأمين الغير متماثلين هي نفس درجه التشابه اللي موجوده بين 2 اخوات بيولوجيين عاديين لكن مش توأم. الخطوه الرابعه ودي الخطوه اللي ظهر فيها الحاجه الغريبه فعلا، التوأم المتماثل. جابوا مجموعه توائم متماثله يعني من نفس البويضه اللي فيها تقريبا تماثل للدي ان ايه بيوصل ل 100%، اكتشفوا ان 50% بس من الناس اللي موجوده مثليين، يعني لو جبنا 2 توائم بيطلع واحد فيهم مثلي والتاني غيري، يعني النسبه 50%، فبالتالي مفيش حاجه في الدي ان ايه، والا كان يبقوا الاثنين توائم المتماثلين يبقوا الاثنين مثليين. والدراسه دي الحقيقه بتبين حاجتين، اول حاجه ان مفيش حاجه اسمها جين المثليه بعينه يقدر ان هو يحدد هويه الشخص الجنسيه، وبتبين كمان ان المثليه فيها جزء تاثير وراثي. ولاحظوا كلمه
تأثير وراثي، ما قلناش حاجة اسمها تحديد وراثي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الحقيقة التأثير الوراثي وهو الجينيتك انفلونس، التأثير الوراثي يختلف تماما عن التحديد الوراثي اللي هو الجينيتك ديترمينيشن. اديك مثال عشان تبقى في الصورة معايا. الجينيتك ديترمينيشن زي لون العين، زي لون الشعر، لون البشرة، ودي الحاجات الأساسيات اللي موجودة كجين. لكن الجينيتك انفلونس هو عبارة عن استعداد وراثي بيبقى موجود جوه الإنسان، لازم يتحط في عوامل بيئية معينة علشان الاستعداد ده يظهر. زي ادمان الخمر. ادمان الخمر فيه جزء كبير قوي جينيتك انفلونس، بس حضرتك لو عندك استعداد وراثي نتيجة سواء جاي من الجد او من الاب، مش هتدمن الخمر غير لما تتعرض لكمية خمر كبيرة قوي تطلع عندك او تنشط عندك الجينيتك انفلونس بتاعك اللي موجود عندك لادمان الخمر. وده اللي بيفسر كتير قوي من حالات الادمان اللي احنا بنشوفها تكاد تكون مرتبطة باستعداد وراثي موجود عند اصحابها. والحقيقة المنطقية اللي بتقول ان اي جين بيتنقل عن طريق التناسل دي بتخلينا نتأكد ان لو كان في حاجة فعلا اسمها جين المثلية كان زمانه انتهى من زمان، لان اي جين بيتنقل عن طريق التناسل، فبالتالي المثلية ما فيهاش تناسل. علشان كده لو كان في فعلا حاجة اسمها جين المثلية كان انتهى من زمان. حتى بعد اكتمال الجينوم البشري سنة 2003 ما قالولناش ان في حاجة اسمها جين المثلية في الجينوم البشري، عشان كده انتهينا للاستنتاج اللي بيقول ان ما فيش حاجة اسمها جينيتك ديترمينيشن للمثلية، لكن في حاجة اسمها جينيتك انفلونس. وده معناه ان التأثير الوراثي اللي موجود عند الطفل المعرض لاسلوب الحياة المثلي محتاج عوامل بيئية معينة. وقبل ما نقول ايه هي العوامل دي، تعالوا نعرف ايه العلامات اللي ممكن تكون موجودة على الطفل تتنبأ لي ان ممكن الطفل ده يتعرض لاسلوب الحياة المثلي قدام. اول علامة في الطفل هي انه دايما يبدي رغبة شديدة للانتماء للجنس الاخر. يعني الولد يفضل يقول انا نفسي ابقى بنت، والبنت تفضل تقول انا نفسي ابقى ولد ويا ريتني طلعت ولد. تاني علامة ان الولد بيفضل دايما يلبس لبس البنت، يبدأ يحب يلبس فساتين، يبدأ يحب شكله في الروج، يبدأ يحب شكله في المكياج. والبنت كمان تبقى حابة نفسها قوي في لبس الولد. مش بس كده ان هي بتبقى حابة نفسها في لبس الولد، حتى في اختياراتها لما بنيجي نخيرها ما بين لبس الفستان او لبس القميص والبنطلون بتختار القميص والبنطلون. العلامة الثالثة وهي بتقول تفضيل الطفل انه يلعب ادوار مخصصة للجنس الاخر في الالعاب بتاعة الاطفال. يعني لو جبنا بنوتة وخيرناها ما بين لعبتين تلقائيا بتلاقي البنوتة دي بتختار لعبة الكورة او لعبة المسدسات او اي لعبة فيها عنف وفيها فوضى من ضمن الالعاب اللي بيحبها الاولاد. ولو جبنا ولد خيرناه ما بين لعبتين هيختار اللعبة اللي فيها هدوء وفيها العاب بالعرايس او العاب فيها عاطفة الامومة بتظهر كتير قوي في الالعاب دي. والعلامة اللي بعد كده بتقول ان الطفل دايما بيحب يلعب مع اطفال من الجنس الاخر، ما بيحبش يلعب مع اطفال من نفس جنسه، ودي هنقول سببها قدام. علشان اقدر اقول ان الطفل ده معرض لاسلوب الحياة المثلي لما يكبر لازم تكون كل العلامات موجودة، ما ينفعش علامة او واحدة او اتنين، لازم كل العلامات اللي احنا قلناها تبقى موجودة. لازم الطفل دايما يقول نفسي ابقى بنت او نفسي ابقى ولد، نفسه يبقى حاجة عكس جنسه، بيبدأ يلبس لبس الجنس الاخر، بيفضل انه يلعب دور مش بتاعه في الالعاب بتاعة الاطفال، بيفضل العاب الجنس الاخر، الولد يفضل العروسة، البنت تفضل المسدس. والعلامة الخامسة انه يلعب مع اطفال من عكس جنسه، مش عايز يلعب مع اطفال من نفس الجنس بتاعه، ودي الحاجة المحيرة فعلا. وبعد ما شفنا العلامات اللي ممكن تظهر على الطفل اللي المفروض معرض للحياة المثلية بسبب الاستعداد الوراثي اللي موجود عنده، وعلشان اسلوب الحياة المثلي يحصل لازم تحصل مجموعة عوامل تخلي التأثير الوراثي ده لما يوصل لمرحلة المراهقة اللي هي بتبدأ تتنشط فيها الميول الجنسية ان هو يميل ناحية نفس الجنس بتاعه ويلاقي نفسه تلقائيا مش منجذب جنسيا ناحية الجنس الآخر. يا ترى ايه العوامل دي اللي ممكن تخلي التأثير الوراثي اللي عندي هو اللي يظهر وينشط جوايا الميل ناحية نفس جنسي؟ ايه العوامل اللي بتنشط التأثير الوراثي ده؟ وايه دوري كشخص غيري ناحية اخويا المثلي اللي تعرض للعوامل دي وخلى التأثير المثلي الوراثي يظهر عنده؟ وازاي اساعده على الخروج الكبير من اسلوب الحياة المثلية؟ كل الحاجات دي هنشوفها الحلقة الجاية.